السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم النهاردة في فيديو جديد، وهنعمل ايه بقى؟ هنعمل هوت دوج الدجاج. معانا دجاج، صدور فراخ، معانا معلقة دقيق، معلقة نشا، معانا بيضتين، توم باودر، بابريكا، دي يا حبيبي بابريكا مش مدخنة، بهارات فراخ، بصل باودر، شوية شطة. بس كده، نضرب بقى المكونات دي كلها مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما ضربناها في الكبة تبقى بالشكل ده كده، ملمسها بيبقى ناعم جدا جدا جدا، يعني ما تقدريش ان انت تتحكمي فيه. بس دلوقتي هتشوفي احنا هنعملها ازاي، خليكي معانا. طلعها من الكبة كده وبعدين نشوف هنعمل ايه. تعالوا بقى اقول لكم هنعملها ازاي. اول حاجه هناخد معلقه كده، نحطها على كيسه، نجيب كيسه مفروده من بتاعه اللبن. ودلوقتي يا حبايبي عدلت التليفون، بالشكل ده كده، شايفينها بقت عامله ازاي؟ يلا حبايبي نعملها مع بعض. اول حاجه نجيب كيس بالشكل ده كده، نحط الخليط هنا. بسم الله. كده نجيب الكيس كده بالشكل ده. اي حاجه اي حاجه متساويه عندك نعمل كده. بالشكل ده الخليط يفضل معانا بالشكل ده زي ما انتوا شايفينه كده. اما احنا مغطينه كده، نجيب بقى استريتش بالشكل ده، نجيب الخليط نقلبه هنا كده بالشكل ده، ونقفل عليه. يبقى معانا بالشكل ده. كمان واحدة. يلا حبايبي نعمل تاني عشان تعرفوا هي بتتعمل ازاي. ماشي كده كده، بعدين نقلب دي كده. بعدين نعمل كده. وقلبناها كده ايه على الاسترتش. هي
حبايبي ما تقلقوش منه خالص، لانه اصلا هو مصنوع للاكل، استرتش غذائي بالشكل ده. نقفلها هنا كويس، هنا كويس. خلص الكمية وارجع لكم. ودلوقتي يا حبايبي انا خلصت الكمية كلها اهي زي ما انتم شايفينها بالشكل ده. نيجي بقى نجيب حلة مية، نحط حلة مية على النار ونسيبها لما تغلي ونشوف هنعمل ايه. ودلوقتي يا حبايبي حطينا حلة مية على النار غلت معانا. دلوقتي يا حبايبي حطينا في المية ملح وورق لوري، هو اسمه ورق لوري ولا ورق غار، حطينا واحدة. ننزل بقى معاهم كده بالراحة، بسم الله. اهم حاجة يا حبايبي المية، تتأكدوا ان المية مغطياها كلها، نتأكد ان المية عليها كلها بالراحة كده بالشكل ده. ما تقلقوش خالص من ورق الاسترتش ده، لانه اصلا بيبقى ورق بتاع معمول عشان الاكل، عشان الاغذية، يعني هو مش ضار ولا اي حاجة. نسيبها على النار كده حوالي ربع ساعة ونبص عليها كده. ودلوقتي يا حبايبي بعد ربع ساعة بالظبط نبص عليها. ودلوقتي يا حبايبي طلعنا من على النار بالشكل ده. بص ملمسه جامد جدا، دلوقتي خلاص مسك نفسه خالص. نستنى لما يبرد لان هو سخن، ونطلعه من الاسترتش مع بعض، ونشيله من الاسترتش مع بعض، ونفكه من الاسترتش مع بعض. وده اول واحده يا حبايبي انا فكيتها. تتفك بكل سهوله.
ودلوقتي يا حبايبي بعد ما فكيناها كلها بالشكل ده، انا قطعت كل واحده 2، يعني كل واحده كانت طويله انا قطعتها 2. ودلوقتي يا حبايبي جبنا بوله حطينا فيها شويه ميه، نص معلقه ملح، معلقتين دقيق، الاسمر نص معلقه، تطلع معانا بالشكل ده. ودلوقتي يا حبايبي انا خلصت اهو، دولت عملتهم. ادي دولت هعملهم بطريقه تانية بقى، خليكم معايا. اول حاجه هنمسكها كده ونقطعها قطع زي السجق كده بالشكل ده. قطعناها بالشكل ده. هنجيب بقى طماطمايه مبشوره، بصلايه، فلفل، نحط فيها شويه زيت، بالشكل ده. نجيب الطماطم، الفلفل، شويه فلفل اسمر، شويه ملح، البهارات كده. انا بحب اكتر البهارات بصراحه، يعني بهارات الفراخ بحط حاجه بسيطه جدا لان الفراخ بتبقى تقيله قوي كده. نشوحهم معانا مع بعض
ممكن تعمليها تحطيها في الفريزر، يبقى أكلة سريعة كده، انت مش فاضية في شغلك أو جاية مستعجلة أو الأولاد عايزين سندوتشات تعمليها لهم، تبقى طعمها تحفة تحفة. بالشكل ده 5 دقايق على النار ونطلع. دلوقتي خلاص يا حبيبي بقت جاهزة معانا، نطلع عليها. بصي يا حبيبي ماسكة نفسها ازاي، الطعم خرافة، انصحكم تجربوه. دلوقتي بقى نجيب عيش، بالشكل ده نفتحه كده ونجيب كده ودلوقتي يا حبيبي حطينا طاسة على النار، حطينا فيها زيت، وده شكله يا حبايبي بعد ما خلاص خلصنا. بصراحة تحفة، جربوه وان شاء الله يعجبكم، ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.